أي قناة، ثم ستقوم بالضغط على هذا الرابط الذي سأتركه لكم أسفل الفيديو، يوتيوب سلاش شانل سويتشر، الذي يمكنك من إنشاء عديد قنوات اليوتيوب. هنا لهذا الشرح فعندي بعض القنوات الجاهزة، يكفي على أن تضغط على Creation، ثم آه الاسم لا أدري ما أنا، مثلا أليكس فوركس، ثم ستضغط على Create، وهكذا في ثواني قد أنشأت يعني أنت حسابا جديد. بنفس الطريقة طبعا ستقوم بإنشاء عديد الحسابات، يعني كما كنت أقول، وستقوم طبعا ب يعني هذه القنوات التي أنشأتها: 1 2 3 4 5 6. سأنشئ 10 كما قلت في الشرح، هي الطريقة هي 10 مشتركين في ثواني. وأسميهم أي شيء لا يهم الاسم. وأنت ستستعمل هذه الاستراتيجية. كيف ستستعملها؟ أولا ستحصل على 10 مشتركين في طريقة يعني في أقل من يعني 5 دقائق. وطبعا تخيل معي لو قمت بإنشاء 10 حسابات جيميل فقط، فلو ضربنا 10 في 10 فهذا يعني 100 مشترك يوتيوب في أقل يعني من ساعة. وأنا أنصح بالنسبة للأخوة الذين يبحثون عن تبادل الاشتراكات لتشجيع بقية الناس للاشتراك في قناتك، قل لهم مثلا: السلام عليكم، قناتي تتحدث عن كذا، فقم بالاشتراك فيها وسأرجع لك الاشتراك ب5 حسابات، وأنت تكون يعني صادق، عندك 5 حسابات تستطيع الاشتراك بها، فأكيد أنك ستشجع الآخرين يعني على الاشتراك في قناتك. طبعا هنا بعد الاشتراك سأقوم مثلا بالدخول لهذه القناة، عفوا، وهكذا سأشترك بها في بقية الحسابات. بسم الله. لا تنسوا يعني عند الاشتراك في أي قناة تفعيل زر الجرس. لماذا زر الجرس؟ لأنه للأسف اليوتيوب لم يعد كما كان سابقا أنه يقدم يعني الفيديوهات أوتوماتيكيا. هنا لا يقدم زر الجرس إلا فقط للذين لا يقدم عفوا الفيديوهات وجديدة إلا للذين يقومون بتفعيل زر الجرس. وهذا مهم جدا خاصة للناس الذين يتابعون مدونة الأرباح، وطبعا يتابعون البث يعني المباشر الذي أصبحنا نقوم به كل يوم سبت للإجابة إن شاء الله على أسئلتكم. فبتفعيلك لزر الجرس في مدونة الأرباح إن شاء الله ستصلك الإشعارات الخاصة بالقناة، وبمجرد أن نقوم بعمل اللايف فس يعني يأتيك يعني الإشعار. وكما تلاحظون هنا 30 مشترك، يعني بضع ثواني كان فيها 20 مشترك، وهاتي أمامكم أصبحت تقريبا 30 مشترك. طبعا أستطيع عمل نفس الشيء بنفس الطريقة، إضافة قنوات أخرى والاشتراك من نفسي. فقط ملاحظة بسيطة: احذروا أن تكثروا من عدد الاشتراكات في القنوات التي الجديدة. يعني مثلا قناتك لو أنشأتها الآن وحصلت لا أدري فيها فيديو واحد وفيه 20 مشاهدة، لا تأتي أنت ب40 أو 50 سبسكرايبر، فأكيد اليوتيوب سيظن أن قناتك سبام وممكن أن يحظرها. حاول أولا